الناس لازم تعرف قيمتي وقيمة شنبي، دي كانت الكلمة اللي قلب بيها الفنان حسن الهلالي السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت. الهلالي صاحب أطول شنب في الوسط الفني طلع يرد بكل ثقة على كل اللي بينتقدوه أو بيستغربوا ستايله، وقال لهم إن الموضوع مش مجرد شنب وشوية شعر، لا ده براند. الهلالي بيقول أنا بنزل مخصوص منطقة الأهرامات وأماكن سياحية كتير عشان أنشط السياحة، وده لأن السياح الأجانب أول ما بيشوفوه بينبهروا بشكل شنبه اللي بيفكرهم بالأساطير وبيتسابقوا عشان يتصوروا معاه، وده في رأيه بيخلي اسم مصر مسموع في كل مكان وصورهم معاه بتلف العالم. الهلالي وجه رسالة حادة ومنطقية في نفس الوقت للمنتقدين، مفادها إن الاختلاف تميز، وإن الحاجة اللي ممكن تبان لبعض الناس غريبة هي بالنسبة لناس تانية وسيلة جذب سياحي وتعبير عن شخصية فريدة. الهلالي مكمل في طريقه وبشنبه اللي بقى ماركة مسجلة هيستمر في دعم السياحة بأسلوبه الخاص. تفتكروا فعلا شنب حسن الهلالي ممكن يكون وسيلة جذب سياحي فعالة؟